السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة باتيسري إكرام. كيف ما كتشوفوا هذا الشيء جميل جدا ومميز ورائع. قلت لا، علاش لا ما نبارطاجيهاش معكم. كانت عندي واحد لا كوموند فيها غاتو كيك ديزاين طبعا، ومعاهم هاد لي ماغنوم. بما انني سبق لي شاركت معكم الكيك ديزاين والمراحل ديالو، ولا من كانش تغليف، ولا من عجينات السكر كيفاش تعدلها، اولا كيفاش تغلف، ولا كيفاش تمونطي الى اخره. قلت علاش لا نشارك معكم هاد لي ماغنوم. اول مره غادي نشاركها معكم بطريقه سهله ومبسطه. يمكن غيكون دي زاستيوس اللي ربما باش ينجحوا معكم، ولا شي حاجات اللي مميزين. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. وقبل كل شيء بالنسبه للناس الجدد ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه، والدعم بلايك والبارطاج مع الاصدقاء باش يوصل الجديد لكل واحد وتتم الفائده للجميع. اذا نبداو على بركه الله. بالنسبه للكيك اللي عندي انا هنايا، اي كيك شات لكم الكيك ديزاين، او لا يمكن لكم اذا ما شات لكمش تعملوا غير جينواز عاديه طبعا ديال الشوكولا، وطيبوها عادي في شي مول ولا في شي طاوه، وغادي تفرشتوها بحال هكذا. انا كنفضل انني نعملها في الهشوار بحال هكذا احسن من انني فرتها بيدي. هنا كيجيو بطريقه بحال السيريلاك تقريبا، يعني كيف ما غادي تشوفوا كيجيو قطع متجانسه بحال هكذا مرمل، كيجي غزال وما غيبقاش فيه ديك الطريفات كبارين غادي يمحنوكم. انا مع الجينواز هذا اللي استخدمت، زدت معاه واحد شويه جوج ديال الباكيتات ديال الاوريو بحال كيف ما كتشوفوا. يمكن لك تستعمل سواء اوريو او لا كوكيز ولا اي نوع ديال البسكويت كتشوفوه يبقى مقرمش، ويجي حتى في الماغنوم يجي مقرمش، ما يجيش فقط غير الكيك بوحديته معجن. انا فضلت اوريو حيت كتكون فيه واحد الكريمه اللي كتكون داخل الكيكس اولا داخل البسكويت، كتكون المذاق ديالها مزيون بحال الجبن تقريبا. بالنسبه للكميه تستخدموها كيف ما بغيتو. انا هنا زدت واحد الحفينه ديال الفيوتين. لكم الاختيار طبعا انكم تزيدوا اي حاجه مقرمشه باش كيجيو ديك لي ماغنوم اللي كتعطو كتجي فيه واحد التقرميشه مزيونه، سواء كانوا مكسرات ولا شي بسكويت مثلا بحال كوكيز تهرمشوا تزيدوا معاه يبقى صحيح اللي عجبكم، اولا شي لوز لا اكاجو ولا اي حاجه عجبتكم. انا بالنسبه لهذا الكاناش هذا عملته انا بشوكولا اولي، هو اللي غادي نجمع به الخليط. عملت شوكولا اولي ومعاه لا كريم سخونه طبعا، خليته حتى برد تماما وغادي ترجع عندي بحال نوتيلا. بالنسبه باش تجمعوا هاد الماغنوم هادو باش ما عجبكم، يا اما تجمعوهم بهاد الطريقه اللي عملت انا كاناش كيجي هكذا بحال نوتيلا، او جمع بنوتيلا هي نيت، واخا نوتيلا كتجي غاليه. بغيتي تعمل نوتيلا، بغيتي تعمل كاناش شوكولا نوار، جمع بشوكولا نوار اولا شوكولا اولي، يعني اللي يعجبكم. كاين اللي كيجمعها حتى بماسكاربون اولا فيلادلفيا، يعني كل واحد اللي كيفضل باش يستخدمو. انا بالنسبه لي ما كيعجبنيش نخدم نجمع الخليط يعني بماسكاربون اولا فيلادلفيا ولا باي نوع ديال الجبن، لان الجبن انتم كتعرفوا الحراره. ما يصلحش الجبن يبقى لمده طويله على برا الثلاجه، وكنعرفوا ان هاد لي ماغنوم وهذا الشيء هذا كيبقى على في البوفي لمده اطول. ثانيا كنكونوا كنخدموه بيدنا بحال هكذا، راه طبيعي ان الحراره ديال اليد راه كتطلق في ديك الجبن، وحنا كنعرفوا ان الجبن راه دغيا كيتاكسد ودغيا كيتسمم. فلهذا انا كفضل انني نجمعهم بالكاناش احسن، اولا بالشوكولا اولي ولا بنوتيلا اللي يعجبكم. ماشي شوكولا اولي، يعني بالكاناش اولا بالشوكولا عاديه اولا بنوتيلا اللي يعجبكم. كيف ما كتشوفوا حصلت على ديك القوام هذاك، ما يكونش جاري وما يكونش ثقيل ناشف. جبت ديك العويدات حيت كان عندي الطيم في الموف. جبت الخليط ديالي كيف ما شفتوا، عملته هو الاولي في القالب، وعملت هنا في الوسط واحد فتيوته ديال اوريو مهرمش. لكم الاختيار، بغيتو تعمروا باوريو من الداخل، بغيتو تعملوا مثلا كراميل من الداخل، بغيتو تعملوا اي حاجه من الداخل، كتجي غزاله احسن من انك تاكل غير الكيك عادي. كيف ما كتشوفوا كنضغط عليها من جميع الجوانب باش ما يخرجليش فيها شي فراغ. اول حاجه كنتكي عليها من الحواشي بحال هكذا مزيان، كنتاكد بان الحواشي حتى هما عمروا لي اي بلاصه عمرت، باش ملي نجي نعمل ماغنوم في الشوكولا ما يجونيش متقوبين. غادي نعمل العود ديالي في الوسط، وغادي نعمر بالاوريو، قطعه ديال الاوريو من الداخل باش تجي تقرميشه وصافي واحد شويه احسن ما يجيو سامبل وعاديين. كذلك المكسرات يمكن لكم تعملوهم من الداخل، يعني اللي يعجبكم. حتى الكروكون يمكن لكم تستخدموه. غندخل الثلاجه، غير الثلاجه واحد 30 دقيقه نص ساعه حتى نتو ثلث ساعه. الا كنتم مزروبين يمكن لكم تعملوهم واحد 10 دقائق في الفريغو.
غير يشبروا راسهم، ما تخليهمش يبردوا بزاف، لان الا بردوا بزاف وعملتوهم في الشوكولا اللي كتكون سخونه راه كيتفرقعوا. شحال من واحد تفرقعوا له او طرطقوا بالسبه ديال انهم كيكونوا باردين والشوكولا كتكون دافيه. هذا هو اللي كيخلي ان الماغنوم كيطرطقوا، وحتى اذا بقاو في الثلاجه راه كيزيدوا يتفرقعوا كيخرجوا الندى. حنا بغيناهم غير يشدوا راسهم، خصوصا ان فيها الكاناش راه كيشبروا راسهم، ما تخافش منهم انهم يعذبوكم. بالنسبه للشوكولا انا لونتها بالغوز. طبعا التلوين كيبقى اختياري، وبالنسبه للملون راه غبره، والملون خاص بالشوكولا. يعني غتمشي عند صاحب الحلويات وتقول له عطيني الملون اللي خاص بالشوكولا، يعني خاص بالمواد الدهنيه، ماشي الملون العادي، لان ما غيلولكمش. سواء كان جيل او غبره، انا كنفضل يكون غبره، حيت كاين اللي ما يعرفش يستخدم جيل وغتقطع له الشوكولا. الا كان بغيتي تفادى المشكل غتستعمل غير الغبره، غتلونو بحال هكذا وتخلي الشوكولا ما يكونش سخون بزاف، غير يدفى واحد شويه وبدا تكاناشي به اولا تغلف به دغيا كيشبر في راسو. انا كنعمل غير واحد الكوش باش ما كتجيش في العطا غليظه، وباش ما تجيش قاصحه في العطا. الواحد ملي يجي يعط الماغنوم ما تجيش قاصحه. بالنسبه للتزيين انا خديت هاد لي موتيف هادو في الموف وفي الغوز، وكيبقى التزيين اختياري. عملت حتى الاسماء، طبعتهم بعجينه السكر، لونتهم باللون الذهبي، هما اللي شفتو في الصوره في الاول. هاد الحقيقات ما بغاوش يوقفوا لي صراحه، عذبوني حمقوني في راسي، لان الشوكولا كتكون باقا سخونه وبزز باش وقفت لي. يعني خصها حتى تبرد الشوكولا شويه عاد شدات في راسها. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، ولكن كل حاجه كتكون بسيطه في التزيين ديالها كتجي في النظر ديالها اروع واجمل. كيف كيجي الشوكولا مالسه وما فيهاش حبيبات، ما فيهاش شي شي تشققات ولا شي حاجه. كيف ما كتشوفوا كيجي غزال ونقي. الخدمه نقيه دائما كتخلي العمل ديالك يجي مميز. آه، بالنسبه للتزيين يمكن لكم تعملوا حتى الوريدات بعجينه الشوكولا، بشي سيليكونات اولا في اي موتيف بغيتو تخدموا بهم. صافي اون فوا زينتم بحال هكذا، خليتوهم حتى ساليتهم. هذيك الحقيقه تحمقوني حيت كبارين كيزهقوا. ودخلتهم الثلاجه، عملتو في لومبالاج ودخلتهم الثلاجه. كيف ما كتشوفوا النتيجه ديالهم سهله، الخدمه ديالهم سهله صراحه، والتزيين حتى هو كيجي سامبل وغزال كيف ما كتشوفوا. والمذاق ديالهم جاو رائعين مع ديك الكاناش. كنتمنى فكرتنا الاعجاب ديالكم، الفيديو يكون حتى هو نال الاعجاب ديالكم. نتمنى منكم الدعم بلايك والبارطاج مع الاصدقاء والاشتراك في القناه. نتمنى نلقاكم فيديوهات اخرى جديده ان شاء الله. دمتم رائعين والى اللقاء.